السلام عليكم اخوانا اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال باذن الله. في موضوعنا لهذا اليوم سنتطرق حول الاعلان الرسمي للمغرب او ملك البلاد محمد السادس حول ترشح مع اسبانيا والبرتغال في ملف مشترك حول لتنظيم كاس افريقيا، كاس العالم عفوا 2030. وما رافقه في من تصريحات عندنا، أن نعطيكم غنخلي لكم في اخر الفيديو جوج تصريحات حول هذا الموضوع. التصريح اللي كان من فوزي القجع والذي كان يبدو في تصريحاته فرح وسعيد للغاية بهذا هذا الإعلان الرسمي. وكذلك غادي نشوفوا التصريح ديال وليد الركراكي وما قاله في هذا الموضوع. وغادي نطرقوا الآن حول ما تصريح الموتسيبي رئيس الكاف، بحيث قال رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي يؤكد من كيغالي في حفل التميز أن 54 دولة إفريقية هي التي تشكل أعضاء الكاف. بالمناسبة فكانوا الدولة اللي هكا كانت تصر كما أصرت سياسيا على دخول الجبهة المرتزقة للدخول الاتحاد الإفريقي، فنفس الشيء قاموا به لكي يزجوا بهذا الكيان الوهمي للدخول الاتحاد الإفريقي، أو يكون منضوي تحت هذا لواء الكونفدرالية الإفريقية. فقلت أكد موتسيبي في حفل التميز بكيغالي أن 54 دولة إفريقية هي التي تشكل أعضاء الكاف، وبأن المغرب مصدر فخر لإفريقيا والأفارقة، ومثل 54 دولة إفريقية ومثل 54 دولة إفريقية أحسن تمثيل في كأس العالم، مجددا شكره لملك البلاد ملك المغرب محمد السادس. إذا هذا هو التصريح اللي كان معنا ديال موتسيبي، وغادي نخليكم كما قلنا مع تصريحين ديال وليد الركراكي وفوزي القجع. فوزي القجع كان سعيد وغادي يطير من السعادة والفرحة بادية على وجهه وملامحه. إذا ما تنساوش أحبتي في الله الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وتفاعلوا معنا بأكثر وأكثر باش نزيدوا نطوروا القناة بإذن الله. إلى هنا ينتهي فيديو لهذا اليوم، خليكم مع التصريحات، تلقاو في فرصة قادمة. استرجاع حول الجائزة التي منحها لجلالة الملك محمد السادس، والتي تؤكد المجهودات الكبيرة التي قام بها جلالة الملك منذ سنوات من أجل تطوير الكرة الأفريقية، لا من خلال بنيات، لا من خلال استضافة المغرب لأكبر تظاهرات الرياضية الدولية. بالفعل اليوم أولا باسم العائلة الكروية المغربية نهنئ جلالة الملك نصر الله سيدنا اليوم هاد المنح نتاعو لهاد الجائزة نتاع الاستثنائية على من طرف الكاف. أعتقد بأنه هو الاعتراف الحقيقي على المجهودات والتصور والاستراتيجية اللي وضعها سيدنا الله ينصرو منذ اعتنائه عرش إسلافي الميامين، وتصور لتطوير الشباب بصورة عامة المغربي، ولكن أيضا على مستوى القارة الإفريقية، ووضع كل الظروف الملائمة لإبراز مواهب هذه الفئة التي كان دائما صاحب الجلالة ينادي بضرورة إدماجها في التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك. نعم، المغرب تألق ليس فقط من خلال البنيات لكن أيضا من خلال النتائج، وبالتالي يمكن اعتباره الآن نموذج يحتذى به ليس فقط على المستوى القاري ولكن أيضا على المستوى العالمي. وهذا الحمد لله بفضل كما قلت أولا هذا التصور والخريطة الطريق اللي وضع سيدنا الله ينصرو لتطوير الرياضة بشكل كامل وكرة القدم بشكل خاص، بفضل البنيات التحتية اللي توضعات واللي دشناها سيدنا في العديد من المناسبات وتضافر العمل. وهذا هو اللي مطلوب، أننا نكونوا في الموعد ونكونوا في مستوى طموحات اللي كيطمح لها سيدنا الله ينصرو، من أجل أولا باش المغرب ياخذ المكانة الحقيقية نتاعو اللي تستحقها، وهي الريادة القارية ولما لا العالمية. والكل شاف والكل اعترف اليوم على أن المغرب كان نموذج في المشاركة نتاعو نتاع كأس العالم الأخيرة. إذا الآن طموح أكبر من خلال الرسالة الملكية التي أعلنت بشكل رسمي ترشح المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030. أنظن أن أكبر مفاجأة بالنسبة للجميع
هذا الترشح المغربي. اعتقد بانه كيف جاء في الرساله سيدنا الله ينصرو، فهذا الاعلان نتاع سيدنا الله ينصرو على ان التنظيم المشترك مع اسبانيا والبرتغال جاي في نفس الخارطه الطريق لتطوير مواهب الشباب الافريقي بشكل عام. وكيف جاء في الرساله سيدنا الله ينصرو، فهذا التنظيم نتاع هذه التظاهره هو اللي غادي يعطي الفضاء المتوسطي واوروبا وافريقيا الفرصه ل يعني وضع اللبنات الحقيقيه لنمو شامل كان دائما في الحضارات، سواء في الضفه الشماليه او الجنوبيه للبحر المتوسط. جائزه للملك محمد السادس كتكافئ المسار هذا الطويل من خلال المجهود اللي داروا صاحب الجلاله لتطوير الرياضه ليس فقط على مستوى البنيات ولكن ايضا على مستوى النتائج. اول حاجه احنا فرحانين هذا لو تروفي على سيدنا الله ينصرو، باني الي ميريتي على لا فيزيون اللي عنده، اللي دار اما في المغرب اما في لافريك، اللي احتنى من الاول قبل لا كوب دي موند لا فيزيون اللي كان عنده مع الاكاديمي محمد السادس. دونك واحد فيزيون اللي نشعت الحمد لله، ومزيانه من لافريك تحت له هذا لو تروفي باش تحت له هذا لا ريكونيسونس ديال لامبولسيون اللي حتى الكره في لافريك. وحنا فرحانين بزاف وجينا جوستومون باش نشوفوا هذا الشيء ونفرحوا معاه في هذا لو تروفي. الاحساس ديالك انت كمدرب اللي ساهم ايضا يعني في صنع جزء من تاريخ ديال كره القدم المغربيه؟ لا احنا فرحانين ملي كتجي هنا كتحس بلو ريسبي اللي عندهم الناس على المغرب، وهذا الشيء ما كانش يقدر يكون ولا ما كانتش هاد لا فيزيون ديال سيدنا الله ينصرو. وصراحه هاد لانونس ديال لا كوب دو موند كاس العالم 2030 اللي نقدروا نجيبوا لكاس العالم في المغرب، سي انكرويابل. واحد فرحه كبيره كمدرب الحق كمغربي، كتبان من المغرب دابا هي اللي كتريبريزونتي لافريك، وغيكون ان شالونج كبير لينا ان شاء الله باش نجيبوا لا كوب دو موند هنا وباش نفرحوا الشعب ديالنا ولافريك حتى هي. كيفاش كتشوف الترشيح ديال المغرب والبرتغال بلد ديال الكره، اسبانيا بلد ديال الكره؟ وهذا الشيء اللي قلت ماشي غير كانديداتور اللي كتخلي الانسان اللي كيبغيو الكره يبغيو هاد لا كانديداتور. البرتغال بلاد ديال الكره، اسبانيا والمغرب عندك ثلاثه البلاد اللي قرابين وتا الناس يقدروا يتفرجوا في الماتشات ويسافروا. وصراحه بان لي انا ليلي سي لا ميور دي كانديداتور، وفرحه كبيره حتى لنا ولا جبنا الكوب دو موند في المغرب مع الجمهور اللي عندنا، تكون شي حاجه اللي ان شاء الله ولي تكون مدرب المنتخب الوطني المغربي وتكون مزيد من الانجازات. وحنا مازال كنشوفوا غير الماتش ديال البرازيل اللي جاي بحال اللي مهم هو البلاد، وهي ان شاء الله نربحوا هاد لا كانديداتور ونتقاتلوا على هاد لا كانديداتور باش نجيبوها في المغرب ونفرحوا البلاد ديالنا والشعب ديالنا ان شاء الله. نهايه المطاف هو ماشي مشروع على المغرب، مشروع ديال افريقيا. لا، اول حاجه ديال افريقيا. هادشي اللي في لو ديسكور ديال سيدنا سمعتو الله ينصرو، il était clair. On représente l'Afrique ولا فيزيون ديال سيدنا هي l'Afrique. وديما اي مغربي ملي كيخرج على l'Afrique ولا كيدير شي حاجه ماشي غير على المغرب حتى على l'Afrique. بالحق مزيان تكون بلاد بحال المغرب هي اللي كتعطي لامبولسيون، والملك الله ينصرو دار واحد ماشي غير خدمه كبيره، خدمه اللي عمرها ما غادي تنسى. ان شاء الله نتقاتلوا باش نجيبوا هاد كاس العالم دابا.